الأهلي يواجه زد اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخوض فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الأربع مباراة ودية أمام فريق زد ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها يوم 1 إبريل المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مباراة بطل السودان. ويرغب مستر كولر في تجهيز الخماسي العائد من الإصابة، وهم علي معلول ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم وقفشة وطاهر محمد طاهر، تحسبا للاستعانة بالبعض منهم في مباراة الهلال السوداني، وينضم إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي بطل السودان في ربع نهائي البطولة القارية، حيث لم يخوض مباريات كافية بعد عودتهم من الإصابة. ويأتي ذلك بعدما ودع الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش أول أمس الاثنين بنتيجة 3-1، حيث كانت الخسارة الثانية في البطولة بعدما سبق وخسر من إنبي في الجولة الأولى 1-0. وقد أعلن نادي زد اف سي منذ قليل تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي اليوم بعد نهاية منافسات الدور الأول لبطولة الدوري. وتقرر بقاء وليد صلاح الدين مدير الكرة في منصبه، ومعه أعضاء الجهاز الإداري والطبي، مع توجيه الشكر لباقي أعضاء الجهاز الفني المعاون. وتم الاستقرار على تعيين عادل مصطفى مدربا عام في الجهاز الفني الجديد بقيادة حمادة صدقي، وتامر حسن مدربا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى. وكان نادي زد اف سي قد أعلن فسخ تعاقده مع مجدي عبد العاطي المدير الفني بالتراضي، ولم ينجح زد في التواجد ضمن التسع فرق التي يتنافسن على تحقيق لقب الدوري، وتواجد ضمن التسعة الذين ينافسون على الهبوط إلى دوري المحترفين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي والاشتراك في القناة واللايك الجميل.